ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير. النهارده مع قناتنا الجديده مع اندومي ونودي. قناتنا بتتكلم عن تجارب ووصفات جديدة للأكل، حاجات هنجربها لأول مرة معاكم، حاجات إن شاء الله تعجبكم أوي أوي أوي. لو عايزين حاجات معينة أو حاجة معينة نفسكم تجربوها اكتبونا في الكومنت وإحنا هنعملها الفيديوهات الجاية. النهارده انا ونودي هننزل الماركت عشان نجيب حاجات عشان نجربها معاكم. استنونا، يلا بينا. وصلنا لكم احنا دلوقتي وصلنا في الماركت عشان نشتري حاجة جديدة نجربها معاكم. يلا بينا دوروا معانا على حاجة نجربها جديدة. دلوقتي يا جماعة احنا لقينا مكرونة أول مرة نشوفها بصراحة، بس احنا لقيناها قلنا هنجربها معاكم لأول مرة. أنا اخترت الوايت صوص، وأندومي اختار المكن تشيز. دلوقتي هنروح ندفع وهنحاسب ونرجع البيت عشان نجربها مع بعض. يلا بينا. وزي ما شفتونا طبعا واحنا بنشتري المكرونه، انا اخترت طبعا الوايت صوص واندومي اختار المكن تشيز. دلوقتي بقى هنروح نجربها في البيت، بس قبل ما نقفل عشان قبل ما نروح البيت ما تنسوش تعملنا لايك سبسكرايب اند شير، وتابعونا على صفحتنا على اليوتيوب، وحسابنا على الفيسبوك، وحسابنا على التيك توك. يلا بينا، سلام سلام، استنونا في البيت. ونرجع لكم تاني بعد ما شفتونا بنلاقي الحاجات في الماركت. طبعا انتوا عارفين ان انا اخترت الوايت صوص، وطبعا اندومي اكيد مش هاكله، بس هو اختار حاجه ياكلها. انا اخترت بقى مكرونه المكن تشيز. يلا نحضرها مع بعض. ورجعنا لكم تاني عشان نعرف طريقه تحضير المكرونه دي عشان ناكل احلى مكرونه لاول مره معاكم. دلوقتي نشوف طريقه التحضير. بيقول ان احنا نفتح جزء لغايه الجزء ده، حتى بصوا هنعمل فوكس على الكاميرا هنا اهو، شايفينه؟ بيقول نفتح لغايه هنا، وبعد كده هنحط قبل ما نحط اي حاجه بيقول ان احنا نحط الكيس اللي جوه اللي هي التوابل او الحاجات اللي هم حاطينها جوه. وبعد كده اندومي دلوقتي هقول لنا الخطوه الثانيه ان احنا هنحط ميه مغليه لحد العلامه اللي هم حاطينها في العبوه اللي هي العلبه يعني. كويس. وبعد كده تالت خطوه بيقول ان احنا نقفل كده زي ما انتوا شايفين لما نفتح ونحط الميه بيقول ان احنا نعمل كده لغايه 5 دقايق، وبعد كده بعد كده نقلب، نجيب المعلقه عشان هو بيقولوا ان هنا في، بصوا هنا بيقولوا ان في هنا معلقه اهو، في هنا معلقه عشان تشوفوه كويس اهو. بيقولوا ان هنا في معلقه، بيقولوا ان هي بتبقى موجوده جوه زي ما هم كاتبين فين اهو، كاتبين ان هي المعلقه بتبقى محطوطه جوه. فاحنا كده مش محتاجين نعمل اي حاجه، فاحنا دلوقتي بس. بعد كده بيقول نقلب كويس جدا، وبعد كده هناكل احلى مكرونه معاكم. ودلوقتي ناقص الميه السخنه، فهنروح نجيب الميه السخنه. انتظرونا، يلا بينا. ودلوقتي جبنا اهو الميه السخنه وجهزناها عشان دلوقتي هنفتح البتاع معاكم عشان نعملها. وانا جبت المقص اهو وهنفتحها اهو معاكم. استنوا اهو، انا بفتحها قدامكم كده. نفتحها كده اهو. وطبعا زي ما احنا شفنا في الخطوات لما قلنا لكم، احنا المفروض نفتح من هنا لغايه العلامه دي، شايفينها اهي على اوضح، لغايه العلامه دي اللي هي افتح. بعد كده احنا هنفتح كده اهو، وهنشوف المحتويات اللي هم حاطينها جوه عشان احنا طبعا اول مره نجربها معاكم. نفتح، بصوا ثانيه، انا لقيت البتاع هي مش عارفه هي ايه، بس هي عامله زي التوابل او حاجه زي صوص او حاجه عشان حاساها طريه، بس هي انا حاساها كبيره قوي، بس هنجربها ونفتحها ونشوف. ماشي، هنحطها ده هنا عشان لما نيجي نحط. وبعد كده انا لقيت المعلقه دي، انا مش عارفه هي عباره عن ازاي، بس هي مقسومه نصين. رب بس ماما ما تشوفناش عشان الحاجات دي اصلا انا هيلثي ومش هينفع ناكلها كتير، بس احنا بنجربها عشانكم ان شاء الله ماما مش هتشوف الفيديو. فاحنا المفروض نركب دي غالبا، المفروض نحط دي هنا، بس دي المعلقه ماشي هنحطها هنا، اصل هي لو شافتنا احنا هنتسوح بالظبط. بعد كده اهي المكرونه
هي انا مش عارفه شكلها غريب قوي عن العاديه، بس هنجربها ونشوف طعمها يمكن يكون حلو. بس وبعد كده هنا المفروض نحط ميه لغايه العلامه. هو انتوا مش هتشوفوها قوي عشان هي لونها ابيض هنا اهي، لونها ابيض. يلا ادهم بقى، بص اهو نفتح المقص، افتح يلا نشوف بتاعت ادم فيها ايه. هي ممكن تكون حاجات صوصات مثلا تكون مختلفه او توابل مختلفه، بس ان شاء الله هنشوف. يلا المفروض نفتح من هنا، نبدا. نفتح من هنا خلي بالك لقيت العلامه بس. لحد هنا بس. بعد كده اتنيها عشان تعرف تطلع الحاجه. نفس الكيس، فيها- بس يا جماعه في اختلاف. انا بتاعتي لونها بيربل، هو بتاعته لونها بلو او ازرق، وهنا دي بنفسجي اهو. شايفين في اختلاف في الالوان. اوكي، مفيش اختلاف كبير في المكرونه. المكرونه نفس الحاجه. هي بقى طبعا بصوا اوريها لكم سنجل، هي لوحدها سنجل كده. بس هي شكلها غريب قوي، عامله زي مش نص شبه المكرونه دورية. العاديه. ماشي. وطبعا نفس المعالق ما المعلقة. فيهاش اختلاف خالص. ف دلوقتي بيقول ان احنا المفروض نحط التوابل قبل الميه وقبل اي حاجه. فاحنا دلوقتي هنبدا نفتحها. انا هفتحها الاول. بصوا اهو، بصوا فيها هي شكلها ابيض قوي، مش عارفه عشان ايه، مثلا عشان واخده الوايت صوص. بعد كده بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، المفروض نحطها اهي، هي كتيره قوي. بصوا بقى هوريكم على حاجه. هي شكلها كده قبل ما نحط الميه، عشان المفروض لما نحط الميه غالبا هتيجي عشان دي وايت صوص. وادهم بقى دلوقتي هيحطها في النص اهو. وايت صوص. اكيد اكيد بقى بقى بس انا الشكل الاول عشان نشوف. اكيد هيبقى أكيد، هيبقى شكل مختلف عن انا وايت صوص وانت ماكن تشيز. لا. هي غامقه شويه. هي غامقه شويه اظن يا جماعه، هي غامقه شويه. هي مفيش فرق ما بينهم. ف فكده يلا نحطها. بس. ومفروض بقى الخطوه التانية ان احنا هنحطها لغايه الدوريه البيضه دي. نجيب الميه. لا، ثانية بس. المفروض نقلب التوابل مع نركب بس المعلقة. انت مركز وانا اشوف. ماشي. احنا دلوقتي انا واندومي هنركب المعلقه. هي ابيض أهي. في اورنج او بتاع. بس بصوا يا جماعه شكلها غريب قوي. بس بصوا مكتوب من تحت هنا تك تك تك. هنا مكتوب اهي. كده قلبنا المكرونة. بعد دي شكلها كده النهائي. قبل ما نحط الميه المفروض بقى بنقلب عشان تبقى كلها في المكرونه، عشان لما نحط شكلها الميه. النهائي. يلا انا المفروض بقى نحط انا المية. عندي كده اهي، كده اهي، عشان لو انتوا شايفينها كويس اهي. ودلوقتي بقى هنحط الميه عشان وبعد كده نغطيها 5 دقايق زي ما كان مكتوب واحنا قلنا. المية تقيلة. حطها لغايه اللي هي النص دوريه دي. بس دلوقتي المفروض نغطيها الاول قبل ما نقلبها. نقلبها الأول. نغطيها. بعد كده انا هحط ده دوري. انا هحط لغايه الدوريه دي. بصوا اهو بحط قدامكم اهو. نعمل لها كده ونقفلها. ريحتها غريبه شويه. هي ريحتها بالنسبة لي تشيز، فاهم؟ ماكن تشيز يعني هتكون ريحتها ايه؟ بصل؟ ريحتها يعني ريحتها جبنة. بس يا جماعه فكره البتاع ده انهيلثي، ما تاكلوش كتير. احنا بس بنجربه اول مره عشانكم، بس انتوا ما ينفعش تاكلوه كتير عشان ده مضر للصحه. أهم حاجة احنا احنا بنهتم بصحتكم، مالكوش دعوة بصحتنا. بس احنا بناكل بس اول مره نجربه، بس ممكن بعد كده مش ناكل كتير. المفروض نغطيه 5 دقايق. احنا ممكن نرمي دول، هنحط دول بس ونغطيها كده 5 دقايق. بس خلي بالك عشان هي بتبقى يا جماعه بتبقى سخنه من فوق قوي، بتبقى بتولع نار. بس برضو لازم تضغطوا عليها جامد جامد قوي لحد ما تتقطع منك. أهم حاجة. او ممكن نحط عليها المعلقه. بس احنا ممكن نقدم اندومي، ممكن نحط المعلقه كده. بعد كده نحط ده احطه على جنب عشان الميه ما تقعش، عشان الميه سخنه قوي دي. بس نحط ده هنا. بعد كده نغطيها 5 دقايق وبعد كده نجرب. هتكون حتى يعني المكرونه بصي الغريبه حطي ده دي. في الباسكت اللي جنبك. أهم حاجة حتى تكون النظافة. المكرونة- أهم حاجة النظافة. يعني اللي يعمل النظافة حاجة ماشي. يلم وراه. حتى ان شاء الله اصل هي ماما، لا يعني بص احنا لو سمحتوا لما الفيديو ده يعمل حاجة، هنسأل واحد.
بص احنا لما نعمل حاجه لازم نغطي ورانا، فاحنا ننضف كل حاجه ورانا. عشان ماما ما عشان ماما- تعرفش، بس عشان ده اهم حاجه ان هي ما تعرفش. عشان لو انا عرفت احنا بصراحه يعني هنروح في حته تانية يعني مختلفه خالص. 60 سلامة. بالظبط كده. فاحنا هنلم. حطي ده جنبك بالظبط. بس. الحمد لله. نستنى بقى كده 5 تمام. دقايق. اظن عدى منهم 3 دقايق بقى. نستنى وان شاء الله وصلتوا الفيديو ده. لا بصي، هو ان شاء الله حتى لو ماما شافت احنا هننكر. انا مش انا. ده مش احنا. ناس شبهنا. الجرافيك بقى يعمل كل حاجه. ممكن ده نحط- مش انا. ممكن نحط فيس هنا فيس هنا، نعمل سناب شات. لا مفيش. مش هيفرق. ده مش انا. حتى لو عرفت هو اسمه اندومي فممكن تيجي تاكله بدل ما تشوف. ها هي دي نكته ما شاء الله. حلوة. ما تقولهاش تاني. حلوه. ما تقولهاش تاني. لو عجبته اكتبوا في الكومنتات وقولوا مين اللي يكسب. مين اللي يكسب؟ اندومي. طب اقول بيس- لكم فريق اندومي يكتب اسمي تحت، ولا فريق نودي يكتب في الكومنتات نودي تحت، واللي هيجمع اكتر الفيديو الجاي هنقول لكم مين اللي كسب. والخسران هيتغرق بالميه. دلوقتي هنعمل تحدي كده على السريع قبل لما تعمل دي. هنشوف مين اللي هيخلصها ده، بس بعد ما تبرد شويه عشان البتاع سخن قوي. واللي مش هيخلصها واللي هيخلص الاول التاني الخسران هيدرق بالميه بتلج. بتلج. ماشي عشانكم بس هنعمل كل الكلام ده اهو. لولاكم كانش عامل الكلام ده. يعني لو خسر المفروض لو خسر. المفروض عندي خلاص اظن كده كفايه. يلا يا جماعه نفتحها. يلا ده ودي شكلها. بصوا المكرونه. بصوا استنوا. هي بصوا لا هي لسه انا عندي لسه ما استوتش قوي. لو حد ده هيكتب لنا في الكومنتات كان ايه في الكومنتات ايه رايه في المكرونه دي. لو عايزين نجرب اي حاجه جديده اكتبوا لنا في الكومنت واحنا هنجربها الفيديوهات الجايه على ان شاء حسب- الله. ان شاء الله اللي انتوا عايزينه. اي حاجه انتوا عايزينها احنا هنعملها في الاكل في يلا التحديات ندوق. اي حاجه. اتفضل دوق حضرتك الاول. اتفضل دوق بس دوح. ما تتكسفش. تعالوا دوح. هو بصوا هي برضو الصوص فيها ميه كتير او هي عشان كده فهي بتطلع من غير البتاع فهي بتطلع من الميه. حلوة. فاهمة؟ هي حلوه بس مش عارف ايه الطعم. يعني هو طعمه حلو بس هي ريحته غريبه عامله زي الشوربه. مش عارف لو حد ده او شمها قبل كده او هي لازم لسه تتقلب. هيدوقها أو هيجربها. لازم تتقلب عشان تعرفوا يعني بس هنا في الوايت صوص بتحسوها طعمها. كشكل كلبن بس كطعم لسه ما دوقتش. بس بصوا لما بتطلعوها بالمعلقه لا حلو. يعني لما بتطلعوها بالمعلقه بتبقى بعيده. يعني بصوا بتبقى اصلا لوحدها من غير الوايت صوص. بس مش عارفه بقى هيبقى الطعم فيها ولا لازم نطلع اللي هي عامله زي الشوربه باللبن بالحاجات دي. بس هي طعمها لسه ما دقتوش. بس هي ده مش لبن هو هي حلوه وريحتها زي الشوربه. هي طعمها حلو بس الحمد لله. يعني احنا ايه ما بناكلش كتير عشان ناكلها. احنا دلوقتي احنا بنتغدى حرفيا. يعني احنا مش يعني مش بناكل مش بنتغدى بدري قوي يعني. يعني وكمان دي يا جماعه نسميها هاشتاج اكل في نص الليل. دي حلوه قوي يعني نعملها هاشتاج اكل في نص الليل. بصراحه هيطلع حلو. لما نقول كشكل او كريحه انا زي ما بعملها قلت لكم ريحه عندي انا ما اعرفش عندي بصوا كريحه عندي يعني هي شوربه. لا هي كشكل ريحه كده زي ما انتم شايفين اهو كلبن. بس هي كطعم حاجه تانية. انا عندي بقى ريحه وطعم وشكل هو واحد. طعم التشيز بس. لكن لا بجد طعمها حلو. يلا كل تعالى ندوق من عندك. يلا ندوق. سخنة انا عندي قوي. الو هي حلوه بس مش وايت صوص. بص اهي ندى بتقول التحدي وترجع فيه. طب ماشي استنى ندوق معلقه كمان بعد كده هنبدا. ماشي خليكم شاهدين اهو. انا بقول له ندوق معلقه
وبعد كده نكمل. اوكي خليكوا حتى اكتبوا في الكومنتات، خليكوا شاهدين معايا، يا تختاروا فريق اندومي يا تختاروا فريق نودي، وايا كان الفريق اللي انتوا اخترتوه اكتبوا لنا تحت في الكومنت واحنا هنقول مين اللي كسب الفيديو الجاي. دلوقتي بقى هنقول 3 2 1 هنبدا تحدي. لا بطل خم، سيب أنا المعلقه أهو. سيب المعلقه أهو. سيب المعلقه. هنقول 3 2 1 وهنبدا. اوكي انت خمام انت خمام. هي مش قالت 3 2 انا قلت لما اقول انت خمام على فكره. انا قلت لما اقول. أيوة. سيب المعلقه خلاص. سيب المعلقه. اهو. ما تبقاش اندومي وبتاكل مكرونه، يعني دي حاجه مالهاش علاقه اصلا. لا بص يعني انا كده خمام. انا اكيد لا مش خمام. اكتبوا لنا في الكومنت اذا كان هو خمام ولا لا. لا. ولو شايفين ان هو خمام خليكم في فريقي واكتبوا تحت في الكومنت. لو شايفين ان هو مش خمام خليكم مع فريق. لا انت بتعمل ايه؟ انت مش كنت لسه ماسكه المعلقه؟ انا ما قلتش ند، انا كنت بقلبها. بتقلبها. ايوه ماشي هنقول 3 2 1 وشوفوا لو حد خش في نص البتاع يبقى قولوا، يعني احنا لسه ما بدأناش حرام عليك. لو شفت ان حد خم في نص الحاجه يبقى قولوا لنا يا خمام من اول. يبقى قولوا لنا اذا كان حد خم. يلا 3 ايه ده بقى؟ يا بنت حاجه. ده بس يا جماعه بصراحه هي طعمها حلو، بس هي ان هيلثي فبلاش ناكلها كتير ان شاء الله. ما مش ها يلا هنقول يلا. يا ابني بقى ايه ده؟ قلت 3 لما اقول 3 2 يبقى ابدا. ماشي يلا. ماشي 3 انا لسه قلت 2 1 ما قلتش. بطيئه ولا مش بطيئه؟ بطيئه. بطيء. عمال يا تقول جماعة، لك يا 3 و2 و1. ايه ده؟ يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنت اذا كان هو شايفين ان هو بيغش ولا لا. ولو طلع بيغش خليكوا في فريق، خليكوا مع التيم بتاعي في الكومنت، خليكوا في التيم بتاعي في الكومنت. ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لنا في الكومنت واحنا هنعملها. دلوقتي هنبدا 3 2 زي انا جعان. انا لسه ما قلتش حاجه. انا جعان. انا لسه ما قلتش حاجه. ده بخلص عشان انا جعان. ماشي 3 2 1 لا المعنى اتأكد. على فكره بتاعتي لا اتفكت. بص اهو والله بتركبها بالعكس. اتفكت خلصت. لا اهو خلصت. المعنى اتأكد. اهو خلصت. دي حبة حرام والله حرام. خلصت. هتتغرقي بالميه لا الساقعه. ماليش دعوة. المعلقة دي اتأكد. ماليش ايه. قدام ايه الناس الحاجه؟ اتأكد. ايه الحجج دي؟ هي قدام الناس اتأكد. هو كده هم الفاشلين كده اكتبوا. بيتحججوا اهو. الفاشلين كده بيتحججوا. اكتبوا في الكومنت شوفوا اذا كان قولوا اذا كان المعلقة دي اتفكت وانا باكل ولا ما اتفكتش. وبتاعتي اتفكت وركبتها والله اتفكت. هو بيعرف يركبها كده. انا عقبال ما جبتها من تحت وعملتها حد قال لها ما لحقتش اعملها. حد قال لها ما تركبهاش كويس. طب ما وقعت منك. بس انا وانت ماليش لو دعوة. ركبتها كويس. بس لحقت نفسي لحقتها. يلا يا خسرانه نروح نجيب الميه الساعه ونيجي. دلوقتي هننفذ العقاب على المودي. على فكرة مش خسرانة. مش خسرانة. قدامكم مش خسرانة. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية بس. وبه نستعين. المية مش هتبرد شايفين؟ اهي ساعات بتدل. اهي بص ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. ممتنة ألف لايك على التغيير